السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وتفاؤل. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. ان شاء الله مع بعض النهارده هنعمل التورته اللي شايفينها دي. تورته جميله جدا يا جماعه، ومقاديرها مظبوطه، وكمان مقاديرها خفيفه جدا. تقدري من 3 بيضات، كوبايه وربع دقيق، وكمان نص كوبايه سكر، ونص كوبايه ميه مثلجه، وهيكون معانا كمان معلقه خل، ومعلقه من محسن الجل، ومعلقتين من النشا. تعملي التورته اللي احنا شايفينها دي، يعني من 3 بيضات هنعمل التورته دي. يبقى ايه مقاديرها يا جماعه؟ عشان انا طبعا ما اطولش عليكم الفيديو. كده كده احنا عملنا مع بعض كتير الاسبونج على القناه، فانا عاملاه يا دوبك ايه هنزوقها مع بعض. يبقى حطينا 3 بيضات، وحطينا كمان كوبايه وربع دقيق، نص كوبايه سكر، معلقه محسن جل، معلقه خل، ومعلقتين من النشا. كل ده في العجان او المضرب الكهربائي، ونحطها ايه في صينيه مقاس 24. هنقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. زي ما انتم شايفين اتخبز معانا، سيبناه طبعا. بتسيبيه يوم كامل يستحسن عشان تعرفي ايه تقطعي الاسبونج وما ايه ما يتهريش معاك. معانا في العجان كوباية من الكريم جانتيه الخام، معلقتين بس كريم، نص كوباية سكر، معلقة كوباية ونص من المية المثلجة. هيكون معانا طبعا مية بسكر عادية جدا. قطعناها على 3 ديسكات، عملت معانا يا جماعه 3 ديسكات المقادير اللي انا قلت لكم عليها. هنبتدي نشرب الكيك كده، ومش محتاج والله طري خالص، بس انا بشربه خفيف. يبقى عباره عن ايه بقى التورته اللي احنا هنعملها مع بعض دي؟ 3 بيضات، وكمان نص كوبايه سكر اللي انا بحطه عشان ما نتوش مع بعض. ده اي جلوهات عايزه تحطيها فوق الكريمه حطيها، مفيش استغنى عنها خالص. يبقى حطينا في العجان او بالمضرب الكهربائي اليدوي، حطينا 3 بيضات، كوباية وربع من الدقيق، وكمان معلقتين من النشا، وهيكون معانا معلقة من الكيك شيف، معلقة كبيرة من الكيك شيف، وهيكون معانا معلقة من محسن الجل، معلقة من الخل، نص كوباية مية مثلجة. كل ده في العجان يا جماعة هتضربوه كويس جدا لمدة 7 دقايق. هنحط طبعا ورقة زبدة في قاع الصينية مقاس 24 أو مقاس 22. فرننا ساخن على درجة حرارة 180. السلك في الرف اللي في النص بنحطها، بتاخد معانا حوالي ساعة إلا ربع. بتطلع معانا حلوة جدا. بنغطيها وبنسيبها ايه لتاني يوم، أو لو مستعجلة عليها برضو أقل ما فيها سيبها يجي 4 ساعات أو حاجة. بعد كده بتجيب السكينة المنشار بنقطعها. أنا قطعتها جت معانا 3 ديسكات. بنحط طبعا اول ديسك، ونبتدي نحط ايه نشربه باللي هي الشربات الخفيف، وبعد كده بنحط كريمه، وبنكرر العمليه ايه في ال3 ديسكات بتوع الكيك. تقدري زي ما قلت لكم تطعموه كده ايه باي جيلو عندك. ده جيلو شوكولاته بنحطه برده كده ايه، دي تطعيمه للكريمه بتاعتنا. ممكن تحطي جيلو فراوله او جيلو مانجا، المتوفر عندك اشتغلي بيه، او كراميل. هنبتدي نظبطها كده. حاطين طبعا على قاعدة التورتة ورق كده على الحروف، عشان لما نعينها هنشوف مع بعض اثناء الفيديو بيبقى ايه الدنيا معاك نضيفة خالص. برضو بنبتدي نشربها شربات خفيف. المرة دي هحط على الكيك ذات نفسه كده الجيلو، وبعد كده ايه نبتدي نجلسها بقى بالكريمة. يبقى كوباية من الكريم جانتيه يا جماعة الخام، حلو جدا، بيعمل معانا التورته اللي احنا شايفينها اللي هي مقاس 24. هنبتدي نجلسها واحده واحده كده، بنجلسها مع بعض. اول مره كده بتحطي مثلا ايه شويه كريمه، ونبتدي نجلس الحواف ونجلس من فوق، وبعد كده ايه تحطي كريمه تاني. يعني بعد ما تجلسيها كلها بالكريمه اول مره تحطي خفيف كده، بعد كده تحطي كريمه تاني، وتبتدي تجلسيها على السليم، يعني فتطلع معاكي حلوه، وما يطلعش معاكي فتافيت الكيك اللي احنا بنشوفها كده اثناء ايه اي تورته ممكن تعمليها في البيت. يبقى بنلم كده الجوانب ومن فوق بالسباتيولا بتاعتنا. وبعد ما هنخلص كده ممكن كمان تسيبيها في التلاجة، وبعد كده ايه تجيبيها برضو تروح مديها برضو ايه وش كريمة تاني، يعني تديها مرة تاني من الكريمة.
هو الكوبايه يا جماعه من الكريم جانتيه حوالي 100 جرام هتكسي معانا التورته اللي احنا شايفينها دي. اهو كل الكريمه بقى اللي معانا. وطبعا انا ببقى شايله في قمع شويه من الكريمه، يعني اول ما بعمل الكريمه بشيل شويه في قمع عشان لو هعمل روزيتات فوق التورته او حاجه. هنجيب لي سباتيولا بتاعتنا بقى كده ونبتدي نساوي سطح التورته وبعد كده كمان الجوانب بتاعتها. سكرابر بقى المشرشر كده ونبتدي نمشي على الجوانب، تظبط معانا بمنتهى السهوله. لو لقيتي حاجه بقى مرفوعه كده من الجوانب نبتدي ننيمها على جوه زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي بقى كده نجيب، احنا هنعملها زي نص كريمه روزيتات يعني، والنص التاني هنحط فيه نوتيلا. هنعمل كده وردات. حلو جدا يا جماعه، بتطلع معانا والله شكلها تحفه. وبننزل كده بوردتين من على الجنب. في الوقت ده بقى لو عندك جيلو مانجا بنبتدي نحط على على الحروف بتاعتها كده اهو جيلو من المانجا، ونقطنا كمان من فوق كده شويه. شايفين بعد ما عنا الورق بقى النظافه؟ شايفين بتبقى الكيكه معانا التورته معانا نظيفه جدا، وعلوها كمان يا جماعه معقول خالص. تقدري زي ما قلت لك تعمليها في 24 او 22 او 20. دول بقى الشوكولاتات اللي احنا عاملينها شوكولاته بيضه، وده الدست الذهبي. شوفي بقى الاسم اللي انت هتكتبيه مثلا وكده في استنباط وحاجات بتتباع للحروف، بتحطي فيها بتسيحي الشوكولاته على بخار ميه، وبعد كده بتصبيها في الاسطمبه وكده وبتطلعي الحروف بتاعتنا. بعد كده بيبقى الدست الذهبي. طبعا كل الحاجات دي متوفره في مستلزمات الحلويات. وعملنا برضو شويه اشكال كلها من اللي هو القوالب السيليكون وطلعناها حطينا عليها دست ذهبي، وحطيت شويه كريسبيات برضو الذهبي، حطينا شويه كريسبيات ذهبي كده. والفينش الاخير ده زي ما تحب. طبعا دي كانت نوتيلا يا جماعه، نوتيلا شوكولاته. حطيت في النص التاني كده حطيت خفتها بمعلقتين من الزيت وابتديت افردها زي ما انتم شايفين، ونزلت على الجوانب زي دموع كده. وحطينا الاسم طبعا والشوكولاتات اللي عملناها عشان هي برضو الشوكولاته بني، فعملت الحروف والاستنباط والحاجات اللي هحطها من فوق برضو بيضة عشان بس تنطق مع البني. وعملتها بالدست الذهبي فادتنا اضاءة كده وشكل حلو ورائع ليه زي ما انتم شايفين. طالعه معانا تحفة. وشوية من اللي هو الشوكولاتة الشباك. حلوة يا جماعة، ان شاء الله تعجبكم. انتظروني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد، وهسيبكم بخير واشوفكم بخير. السلام عليكم، دمتم في امان الله، مع الف سلامة.